أهلا بكم متابعي قناة الملوك. لترويض صغار البادجي. ذكرنا لكم في مقاطع كثيرة جدا شروط اختيار البادجي الصغير للترويض. طبعا من أهم الشروط هو اختيار البادجي يكون بعمر أقل من شهر، يعني بعمر 25 يوم. لاحظوا هذا الفرق، بعمر تقريبا 25 يوم إلى 28 يوم. يعتبر هذا العمر مناسب. وأيضا ممكن أن نختار فراخ بعمر إذا كان لديك خبرة في التأكيل اليدوي، ممكن أن تختار فراخ بعمر أقل، يعني بعمر 20 أو حتى بعمر 15 يوم. فعند اختيار الفراخ يجب أن نختار الفراخ الهادئة، الفراخ المناسبة يعني للترويض. طبعا في البداية نلاحظ أن الفرخ يخاف. هذا طبيعي جدا، حتى لو كان الفرخ هادئ، حتى لو كان الفرخ مثلا يعني لا يخاف. فسوف تلاحظوا عندما نأخذ الفرخ من العش من عند الأم في الأيام الأولى، طبيعي جدا نلاحظ أن الفرخ يخاف ويحاول أن يختبئ في أي مكان. طبعا نترك الفرخ أو نترك فرخ البادجي براحته في المكان حتى يتعود. بعد فترة، بعد أن يتعود البادجي الصغير على المكان، يبدأ يتعود على المربي، وهكذا. وخلال فترة بسيطة جدا سوف تلاحظ أن البادجي ما شاء الله تبارك الله يصبح أليف ولا يخاف. المهم جدا أن نترك البادجي براحته يتعرف على المكان. طبعا هذا الفرخ لا يستطيع أن يأكل بنفسه، فخلال هذه الفترة يجب أن نعود الفرخ على تأكيل الحبوب، وأيضا أن نؤكل الفرخ، يعني نستمر بإطعام الفرخ يدوي. وسوف نلاحظ إن شاء الله بعد أيام بسيطة جدا أن الفرخ أصبح أليف ولا يخاف. وضروري جدا أن يكون المربي مع الفرخ يعني لفترات طويلة.